السلام عليكم، اهلا وسهلا. اليوم ان شاء الله غادي تشوفي معايا واحد الطريقه ديال الحوت. غادي تنساي عليك القليان ديال الحوت والريحه اللي كتبقى في الدار. ديري جربي هذه الطريقه هذه وردي عليا الخبار، انا متاكده تعجبك بزاف. غادي تاخدي كوكوط ديري فيها الكميه اللي عندك ديال الحوت، بشرط السرديل لا. السرديل هو الوحيد اللي ما يعني هذه الطريقه هذه ماشي ديال السرديل. اي نوع اخر ديال الحوت هذه الطريقه راه واعره بزاف، جربيها وردي عليا وكيوجد بسرعه. المهم هنا ديري الكميه اللي عندك ديال الحوت في الكوكوط، وديري زيدي 2 معالق ديال الزعتر يكون مفرتت ماشي العواد، ما يكونوش فيه العواد، يعني يكون منقي، يكونوا غير دوك الوريقات ديالو. وديري كميه ديال الزبده تقريبا واحد الملعقه كبيره حتى لجوج تقريبا على حسب الكميه اللي عندك ديال الحوت. وديريها هكا طريفات صغار باش تفرقيها كاع على الجوانب. وديري كميه ديال الملحه عينك ميزان كاع على حسب، كتبقى دائما على حسب الكميه اللي عندك. والملحه ماشي مشكل، الا خاصه راه كتزيديها ماشي مشكل. صافي هذه هي المكونات اللي عندنا في هاد الطريقه هذه. غنحتاجوها 3 المكونات: الزبده والزعتر والملحه والسمك بطبيعه الحال. صافي كتسدي عليها وديريها فوق النار تكون مهيله. ملي تسمعي الصفاره بدات كتصفر تحسبي 3 دقائق وطفي البوطه. 3 دقائق ها هي واجده معك، وتهنيتي من الزيت ومن القليان وكل شيء. وكتكون صحيه اكثر هذه الطريقه هذه. والبنه ما تصوروش واحد المذاق زوين. وكتطلق واحد المريقه اللي كتطلق واحد المرقه بنينه ولذيذه بزاف. المهم جربوا الطريقه، انا متاكده غترجعوا عندي التعاليق وتخليوا لي كومونتيرات من بعد ما غادي تجربوا هذه الطريقه هذه. راه زوينه بزاف. ديك المرقه اللي كتطلق راه كتزيدوها من الفوق ضروري، راه كتكون بنينه لذيذه بزاف ديك المرقه، يا سلام. اللي مازال مشتركش في القناه تشترك وتخلي لي لايك، وشكرا، بسلامه عليكم.